بيان إلى الرأي العام: إن الوضع في المناطق المحتلة من قبل حكومة الفاشية التركية ومرتزقتها يزداد سوءا يوما بعد يوم، فبعد جرائم هؤلاء المرتزقة من تهجير وتغيير ديموغرافي وتدمير الآثار وقطع الأشجار لتغيير معالم المناطق وطمس تاريخها، وأن تدهور الحالة الإنسانية في هذه المناطق ما هي إلا موت حقيقي وإبادة لشعبنا الكردي في المناطق المحتلة. وكما حدث في ليلة عيد النوروز، حيث قام مرتزقة الاحتلال التركي من فصيل أشرار الشرقية بقتل 4 شبان من عائلة واحدة من المكون الكردي بسبب احتفالهم بعيد نوروز، تلك الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية. فكم أنتم حاقدون أيها القتلة، اغتصبتم الأرض وسكنتم البيوت بعد تهجير أهلها، وقطعتم أشجار الزيتون، وارتكبتم كل الجرائم البشعة، فأنتم لستم إلا شذاذ آفاق، مذهبكم القتل ونهجكم النهب والخطف، فلن يطول جبروتكم وظلمكم للأبد. ونحن من هذا المكان وباسم منظمات المجتمع المدني في منطقة الطبقة نحمل حكومة الفاشية التركية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة، وندعو الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الشأن والدول الإقليمية والمؤثرة في الشأن السوري للقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني لحماية أهالي عفرين من المجازر والإبادة الجماعية الممنهجة، والعمل على إخراج الاحتلال التركي ومرتزقته من كافة المناطق السورية المحتلة وعلى رأسها عفرين. عاشت عفرين حرة أبية، عاشت أخوة الشعوب، يسقط الاحتلال التركي ومرتزقته.